السلام عليكم. الفيلم ديالنا كيبدا مع واحد خونا سميتو نورمان كيلقى واحد الصندوق مدفون في الارض ديالو وكتكون مكتوب عليه السميه ديال جاك، ولكن ملي كيدي معاه الصندوق للدار وكيحلو كيلقى غير واحد اللعبه على شكل مهرج، وشويه كيدخل داك المهرج داخل الصندوق. ملي مرت نورمان كضرب واحد الطليله لداخل ديال الصندوق كيهاجمه واحد الوحش، ونورمان ملي كان داخل البت اللي فيه الصندوق ما كيتهيقش داكشي اللي شاف. وكدوز بين الاحداث عند واحد خونا سميتو كيسي اللي مشى باش يخدم في واحد المتحف، وكيتلاقى مع واحد السيده اللي غادي تخدم معاه وسميتها ليزا، وكيسي هو وليزا كيبداو ينقيو في هذاك المتحف. وشويه كيشوف واحد الصندوق قديم ومحطوط عليه واحد الورقه، وملي كيدور دوك الحروف اللي في الصندوق كيوقفوا عند الاسم ديال جاك. وكيسي ملي دور الدراع ديال الصندوق كطلق واحد الموسيقى، وشويه كيخرج منها داك المهرج. وليزا كتقول لكيسي باللي راه خاصهم ضروري تصوني على ديفيد، وهاد ديفيد كيكون اختصاصي في التحف القديمه، اما كيسي فكيكون ما مرتاحش لهاد الصندوق. وفي الليل كيجيو واحد جوج شفاره باش يسرقوا المتحف، وكيتفرقوا، واحد كيطلع للطاج الثاني والاخر كيلقى الصندوق ديال جاك. وملي كان باغي هاد الصندوق تسدلي على يدو، وكتبدا الموسيقى خدامه وكيخرج منه الوحش عاوتاني وكيجر داك الشفار للصندوق. وملي جا عنده صاحبه باش يشوفو لقى الوحش قدامه، ولكن ملي تدرج عليه قتلو. والصندوق بداو كيدوروا فوقو شي نوامر، هنا كنعرفوا باللي دوك النوامر هما عدد الضحايا اللي قتل الوحش. اما في القهوه فكتكون ليزا هي وكيسي مريحين باش يتعرفوا شويه على بعضياتهم، وكل واحد فيهم كيقول الاخر السبب اللي خلاه يخدم في المتحف، مع ان الخلاص ديالو كان قليل. وكنعرفوا باللي ليزا خدامه على قبل مصاريف العلاج ديال امها، اما كيسي فخدام غير باش ينسى شي بلان وقع عليه. والنهار الاخر ملي كيسي رجع للمتحف كيعرف باللي شي واحد خليه وكيصوني على ليزا باش يقول ليها شنو وقع. وكيجي ديفيد عند كيسي باش يشوف الصندوق ديال جاك، وملي شاف الصندوق قال لي على القصه ديالو انه تصنع في فرنسا وهذا الشيء في القرون الوسطى، والدار خصيصا غير باش يحبسوا به الوحوش الشريره. كيقول لي الا بغى يعرف شي معلومات كثر على هذا الصندوق خاصو يصوني على واحد خونا سميتو مورسي. وشويه كتجي واحد المراه باش تضرب شي دوره في المتحف، وملي كانت كدور كيتقطع عليها الضوء كيهاجم هذاك الوحش وكيذبحها وجراها حتى هي للصندوق. وكنلاحظوا باللي الرقم اللي فوق الصندوق تزاد ولا رقم 3. وملي كيسي مشى للجهه ديال الصوت ما لقى حتى شي واحد. والنهار الاخر ملي كان جاي المتحف شاف التصويره ديال ديك السيده اللي جات عنده البارح، وكيعرف باللي من ديك الساعه وهي مختفيه، وكيحس باللي شي حاجه وقعت البارح في المتحف. ملي دخل المتحف حاول يقلب في جوجل على مورسي اللي قال ليه ديفيد، وكيكون مورسي داير بزاف ديال المقالات على الصندوق جاك. وفي احد المقالات كاتب باللي الهدف ديال جاك هو يحصد 6 ديال الرواح باش يقدر يبدا الاحتفال ديالو. وهنا كيبان لنا المهرج خرج من الصندوق وحاضي كيسي. وشويه كتجي واحد السيده وسميتها ريتشل، وكتكون هي المديره ديال المتحف، وكتقول ليه باللي ما تسرق والو من المتحف، وباللي راه غير غيكون خلى الباب ديال المتحف محلول. هادشي علاش لقى الدنيا مرونه. ومراد دا الصندوق للخزانه، وكيقول مع راسو باللي هاد المهرج راه وراه شي قصه كبيره. اما العامله ديال النظافه ملي كانت كتمسح في الزاج ديال الخزانه كيختفي الصندوق من قدامها، وملي بغات تمشي باش تقولها للمديره لقات الصندوق في الدروج. والبيبان ديال المتحف تسدوا كاملين، والصندوق كيطلق الموسيقى عاوتاني وكيخرج الوحش وكيقتل الخدامه. وهنا كيدور هذاك المؤشر رقم 4، وكنعرفوا باللي باقيين غير 2 رواح وجاك يقدر يخرج من الصندوق. والنهار الاخر كتجي ليزا وكتشوف كيسي كيسمع في شي تسجيل ديال شي بنت كانت كطلب منه المساعده، ولكن هو ما ردش عليها. وكيقول ليزا باللي هاد البنت راه كانت الخطيبه ديالو، واحد النهار صونات عليه ملي كان ناعس ولكن هو قطع عليها. والخطيبه ديالو كانت كطلب منه المساعده حيت كان شي شفار ضربها وسرق ليها الساق ديالها. وملي فاق في النهار الثاني سمع الرساله ديالها، ومن ذاك الوقت هو ندمان حيت ما جاوبهاش. وكيجي المحقق عندهم باش يحقق معاهم بخصوص الخدامه اللي اختفات على غفله. اما كيسي فكان باغي يعاود المحقق على المهرج اللي في الصندوق، ولكن كان متردد حيت عارف المحقق ما غاديش يثيق فيه. وملي مشى المحقق كيسي مشى حدا الصندوق وحط حداه كاميرا باش يصور شنو كيوقع، وكيصوني على شي صاحبه باش يجيب ليه العنوان ديال مورسي حيت باغيه ضروري. وفي الليل كيسي ملي مشى يشوف الصندوق ما لقاش بلاصتو، وهو يتقطع عليه الضوء. وملي خدم البيل باش يشوف به هاجمو جاك. وفي الصباح كيسي جاب الكاميرا والبيسي ديالو باش يوري ليزا التسجيل ديال الكاميرا شنو صورات البارح، ولكن ما لقاها صورت والو. وملي قال ليها باللي راه المهرج جاك هاجمو البارح قالت ليه باللي راه غير مجرد لعبه، وبانه غير كيتخيل. كيشوف الورقه اللي كانت لاصقه في الصندوق، ملي قلب على العنوان ديال المسميه اللي في الورقه لقاه واحد الراجل هبيل ومرته غبرت ليه على غفله، ولكن ما عرفوهاش فين مشات. وملي مشى العنوان ديال داك الراجل كيطلع نورمان اللي شفنا في الاول ديال الفيلم. وكيسي كيقول لي على الصندوق اللي في المتحف، وانا نورمان كيقول لي باللي جاك هو اللي قتل ليه مراته، وانه شاف كل شيء بعينيه، ولكن ما تيقوا حتى شي واحد وشدوه في الحبس ب10 سنين بتهمه ما دارهاش. وقال لي نورمان باش يحاول يبعد من الصندوق باش ما يقتلش الناس وحدين اخرين. وفي الطوموبيل ملي كان غادي للمتحف قال مع راسو باش يبعد من هاد المشاكل، ولكن كتبان لي الخطيبه ديالو في المرايه ديال الطوموبيل وكتقول لي باش ما يسكتش على هادشي اللي وقع، وبدات كتلوم فيه على داكشي اللي كان كيدير معاه. وهنا
قرر باش يكمل ويحاول يلقى شي حل لذاك الصندوق، وكيمشي للمتحف وكيخرج هذاك الصندوق وكيديه للخلا باش يحرقه. ولكن من رجع للمتحف كيلقى الصندوق قدامه وكيخرج منه جاك وكيهاجم كيسي حتى كيغيب. وهنا كنعرفوا باللي ما باغيش يقتلو. والنهار الاخر كتجي المديره ديال المتحف وكتسولهم على المشاكل اللي كتوقع في الفتره الاخيره، وكتجري على كيسي من المتحف. ولكن ليزا كتبعو وكتقول ليه باش ما يديرش بكلامه، ولكن هو كيمشي وكيصوني على صاحبه وكيعطيو العنوان ديال مورسي وكيمشي عنده. وملي تلاقى بمورسي قال ليه على البلان ديال الصندوق، ولكن مورسي قال ليه راه ملي حل الصندوق دار صفقه مع الشيطان، وقال ليه باللي راه غادي يقتل اي واحد في المتحف الا هو. اما في المتحف فالصندوق بدا كيخرج الموسيقى، وكتمشي المديره باش تشوف شنو واقع. ولكن ملي مشات عند الصندوق خرج عندها جاك وقتلها. وكرجعوا عند مورسي اللي قال لكيسي الا بغى يتهنى من جاك خاصو يقتلو وهو برا الصندوق، وان اهم حاجه ملي بغى يرجع للصندوق ما خاصو ينسى حتى شي حاجه ديالو، وانه اذا نسى اي حاجه ولو تكون طرف من حوايجه غادي يرجع ليه. اما ليزا فكتشوف المديره ديالها ميته قدامه وكتحاول باش تهرب من المتحف وكتصوني على البوليس. وهنا الصندوق كيتحل مره واحده اخرى وكيخرج منه جاك، وكيمشي عند ليزا باش يدخلها للصندوق، ولكن كيغفلو كيسي بواحد السلك ديال الحديد وكيتحل الصندوق باش يجر عنده جاك. ملي كيسي كيقول التعويذه كيتسد عليه الصندوق وكيمشي باش يطمن على ليزا، ولكن كيدخلوا البوليس وكيشكوا في كيسي على اساس انه هو اللي حاول يقتل ليزا. اما ليزا فكتمشي عند مورسي وكتقول ليه باش يعاونها باش تخرج كيسي من الحبس، ولكن هو كيقول لها باللي راه حتى شي واحد ما غادي يتهيقها وانها خاصها تفك من هذاك الصندوق باي طريقه. ونيت هذاك الشيء اللي كاين داتو ودفناتو. وفي الكوميساريه كيسي كيشوف في التصاور ديال البوليس واحد الصبع ديال جاك باقي برا، اما جاك فكيخرج من الصندوق وكيجر عنده ليزا للصندوق، وكيسي كيعيا ما يقول لهم باش يعتقوها ولكن ما كيديها فيه حتى شي واحد. وهنا كتكون النهايه ديال البارت الاولى ديال الفيلم ديالنا. وكيف العاده الخوت لا عجبكم هذا المحتوى ما تنساوش دعمونا بواحد لايك وبواحد كومونتير، واللي مازال ما مابونيش في القناه يتابونا، وكيف العاده تسنوني في فيلم جديد والسلام عليكم.